طب ما التوفير طلع سهل اهو، بسيط ولا اسرار ولا حاجه. عايزه اقولك ان بتركات بسيطه انت هتقدري تعمليها وهتوفري وهتمسكي فلوس في ايدك من بس مصروف البيت. مش لازم تشتغلي ولا تطلعي ولا تبهدلي نفسك خالص ولا تسيبي الولاد ولا اي حاجه. حاجات بسيطه ندبرها ونوفرها مع بعض هتخليكي تمسكي فلوس وفي نفس الوقت تعملي اللي نفسك فيه. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى يفيدكم واتمنى ان انتوا تستمتعوا بيه. واول حاجة ابتدينا بيها هو كده مج الكابتشينو. اعملي حاجة لنفسك كده وقدري نفسك. انتي ست الكل وست البيت ده كله. اول حاجة لازم تعمليها لنفسك ان انتي تقدري نفسك. تعالوا بقى نقدر بعد كده البيت وشغل البيت. بصوا بقى نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبدأ بسم الله كده. اول حاجة ابتديت ان انا عايزة انزل اجيب مشتريات الشهر 8. فهجيب مشتريات شهر 8. اول حاجة لازم ابدأ بيها الخضار. التلاجة عندي كانت زي الفل الحمد لله، فقلت هبدأ بقى ان انا اجيب الخضار كله. لان انتي لو ما عندكيش اي لحوم في التلاجة الخضار هيمشيلك اليوم، هيمشيلك الدنيا. فاحنا ممكن بحاجات بسيطة مرة اكلات خفيفة في الاسبوع هتبصي تلاقي نفسك ايه. مرة مشيتي اكلات عادية بالخضار، مرة مشيتي مثلا فراخ لحمة بانيه معرفش ايه، حاجات كده ايه هتوزنلك الدنيا. وهقولك على تركية حلوة كنت بعملها، باخد منها فلوس من جوزي وفي نفس الوقت هو ما يعرفش ان انا بدبر وبلم الدنيا كده ايه من مصروف البيت. تابع معايا الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله، وان شاء الله الفيديو هيعجبك جدا. بصوا اول حاجه كده ان انا نزلت السوق، جبت الخضار، كل الخضار يعني تقريبا اللي انا محتاجاه. الطماطم كانت ب10 عند ناس كتير، يعني لقيتها على واحد عند واحد واقف بعربيه كده بيعبيها 6.5، يعني الكيلو ونص ب10. جبت 3 كيلو. فانتي استغلي بقى الظروف واستغلي ان لو في حد عندك عارفه ان هو بيبيع حاجات او خضار رخيص، ده هيوفر برضو معاكي. تمام. جبت البتنجان كيلو ونص كان عامل 10 جنيه. البتنجان الاسود ده كيلو ونص كان ب10. انا كنت جايبه ليمون، الليمون لقيته عند ناس للاسف كان ب30، وناس تانية بعد ما مشيت شويه لقدام لقيته ب25، بس كنت خلاص اشتريت. هو نص كيلو، النص كيلو كان ب15. بعد كده اخت جوزي جابت لي ليمون مع شويه حاجات كده كانت جايباها لي من البلد. فتمام هزود بيهم مش مشكله، باخد كام واحده اخليهم في التلاجة من تحت والباقي بشيله في الفريزر. اطلع وقت ما انا عايزه. تحطيها بقى في كوبايه ميه كده، يعني ليمونه مثلا هي مجمده كده كده هتبقى مجمده من الفريزر. هتحطيها في كوبايه ميه بس شويه هتفك، واول ما فكت هتلاقي ما شاء الله بتبقى فيها الزبد. حتى لو ناشفه انت مدخلاها ناشفه هتلاقيها طريت وبقت كلها ميه. البصل كان ب10. الجزر كان الكيلو ب20، جبت نص كيلو. الفلفل الاخضر انا بجيب الاخضر دوت كان عامل تقريبا 10 جنيه. جبته من ضمنه احمر واخضر، بدل ما اروح اشتري فلفل احمر وفلفل الوان. لا انا باخد الكام واحده حمرا كده من الفلفل الاخضر ده، تبقى زي ما انتم شايفينها كده حمرا. باخد كام واحده تديني الوان كده ايه، لو بعمل سلطه بعمل تتبيله بعمل اي حاجه هتديني الوان. في نفس الوقت بيبقى الفلفل الالوان اغلى شويه. تمام. الفلفل كان عامل 10 جنيه، جبت كيلو زي ما انت شايفاه كده مشكل. الخيار كان عامل 15 جنيه. تمام تمام. كده عرفنا اسعار الخضار. قشطه. نشوف اللي بعده. اول حاجه وانا عايزه جبت سمك. السمك كان الكيلو عامل 70 جنيه. تمام. انا زودت الكميه شويه لان ممكن يبقى عندي عزومه واحتاج ان انا ازود في الكميه. انت مش محتاجه ان انت تعملي كده خالص. انت محتاجه مثلا لو انت عارفه الولاد عندك مش بياكلوا السمك قوي او كل واحد خلاص بياخد مش هجيب على العدد بتاعنا. مش محتاجه ان انا اجيب كميه كبيره، اجيب على قد ما بناكل علشان ما هقدرش في الباقي. تمام. فانت من هنا برضو ده كل ده توفير بالنسبه لك. طيب انا جبت ايه كمان بقى اللي وفر وبيجيب من ناحيه الفراخ جبت فرختين. خليت الراجل خلى واحدة، يعني خلاها بانيه وقطعها كده وقسمها. واحدة تانية مجرد ان هو قطعها بس الصدور بتاعتها ما خلاهاش ولا اي حاجة. تمام. بس ما شاء الله اللهم بارك، جابت عدد اطباق اللهم بارك. هتشوفوا بقى احنا مع بعض احنا في الفيديو كده هتشوفوا الله اكبر جابت قد ايه. فبتجيب لو انت عندك الفراخ مثلا انت جوزك بيشتغل يوم بيومه او الميزانيه بتاعتك يوميه، هتعملي ايه؟ مثلا انت هتجيبي فرخه، يعني كنت بعمل الحركه دي كتير قوي. جبت فرخه، الفرخه مثلا هياكلوها في وقتها. تمام.
هياكلوها في وقتها. فانتي توفري في الفرخه دي من ايه؟ اولا الكبد هتشيليها في كيس، بدل ما هي هتتاكل على كده وخلاص، هتشيليها الكبده دي هتشيليها في كيس وتبتدي تحوشيها من اي فراخ تانية هتجيبيها. الصدور الولاد ما بياكلوهاش، بتبقى ناشفه عليهم شويه فمش بيحبوها قوي، فدي اخر حاجه بتتركن ويمكن ما بتتاكلش وفي الاخر بتترمي. طب ليه؟ انا باخدها اول حاجه ابتدي اقطعها، اخد الصدر كده على بعضه، اسيب مجرد حته يعني شويه حته صدر كده في العظمه ان هي ايه، لا الصدر لسه موجود ما خدناهوش كله. اخد الجزء الكبير التخين، طبعا الفراخ البيضه بتبقى مليانه فصدرها بيبقى الفيليه بتاعها بيبقى كتير، فباخد نصها وتقريبا بتجيب لي نص كيلو، يعني الفرخه الواحده بتجيب لك نص كيلو. تمام. فانتي سبتيها في نفس الوقت العظمه بقتش عظمه، لا فيها لحم، وفي نفس الوقت ايه اخدتي منها بانيه. يعني انا كده خدت الفرخه، خدت منها الكبد والقوانص وخدت البانيه، يبقى انا وفرت لي كده ايه. كنت بعمل الحركه دي ساعات ان انا مثلا جبنا الفرخه وطلعت منها البانيه، اول ما طلعت منها البانيه بدل ما اروح اشتري بانيه تاني، لا انا باخد ال100 جنيه دي اروح شايلها في الحصاله. تمام. يعني انت هتحسبي نفسك كده، انا النهارده رايحه اجيب بانيه بس انا عندي في التلاجة وانا وفرته مثلا من الفرخه اللي كانت عندي وكانت هتتاكل وهتترمي الصدور دي، خلاص يبقى انا ال100 جنيه اللي انا هحطها 80 90 بقى زي ما يكون، هي 100 جنيه هاخدها اروح رميها في الحصاله، دي كانها ما جاتش، كاني نزلت اشتريت بيها البانيه. يبقى وفرتي ولا ما وفرتيش؟ مسكتي قرش في ايدك ولا ما مسكتيش؟ من نقطه بدل ما تصرفيها، لا انا حطيتها شلتها في حصلتي فهتنفعك. او هكذا بقى في كل حاجه. انا النهارده المفروض اشتري حاجه معينه ما اشتريتهاش، لا فلوسها تتشال. المفروض كنت هركب مواصله معينه ما ركبتهاش، يبقى هشيل فلوسها، ما بتخشش في الميزانيه بتاعه البيت. لان لو دخلت ما بين الولاد وما بين البيت وما بين ده انا محتاجه ده وعايزه ده، هتبصي تلاقي نفسك ما وفرتيش حاجه، وما يعني كانك ما عملتيش. لو انت بتتعبي نفسك على الحاجه او بتتعبي نفسك عشان توفري، مش هتوفري في حاجه. لاننا لو وفرت من ناحيه واجي بضيعها اوفره من ناحيه احطه في ناحيه تانية، يبقى انت كده كانك ما وفرتيش ولا تعبك ليه اي لازمه. تمام. فدي النقطه بالنسبه للناس اللي هي الميزانيه بتاعتها يوميه. الميزانيه بتاعتها يوميه، الفرخه هتجيبيها توفري منها ان انت تطلعي منها بانيه يتعمل في اكله تانية، اذا الفرخه عندك كفت على مرتين. تمام. تمام. السمك هكذا، مره مثلا تجيبي كيلو لحمه مفرومه، اقسمها رباع، الرباع دي هزودها بقى ببرغل اعمل كفته، هزودها بحاجات تانية. شوفي مثلا وصفات كتير بان انت تزودي الكميه، بس الافضل والاحسن ان هي تبقى لحمه مفرومه بلدي علشان يبقى ليها طعم، حتى لما تزودي كميتها يبقى طعمها برضو فيها زي ما هي. تمام. كده انا وريتكم الخضار اللي جبته والفراخ واللحمه، وهنقسم مع بعض دلوقتي الفراخ، سوري مش اللحمه، السمك، وهنقسم مع بعض الفراخ وهوريها لكم. ده كده كان صاحب البيت، يعني الحاج صاحب البيت كان جايب قبلها بيوم الرز دوت والزيت والمكرونه. قلت تمام حلو جدا، انا بقى هزود عليهم الكميه اللي انا عايزاها. ده نوع مكرونه واحد، انا ممكن اجيب عليه مكرونه سباكيتي، مكرونه قلم، برضو هتنفعني خلال الشهر. شوربه ماجي، الحاجات دي ايه انا هزود عليها لسه تاني. تمام. بس دوت الموجود عندي انا هكمل عليه. يبقى انت برضو كده بتلمي الدنيا على قد احتياجاتك، مفيش حاجه بتتهدر ولا حاجه بتترمي. تمام. دي كده بالنسبه لي اساسيات البيت اللي انا ما اقدرش استغنى عنها، اللي انا هبتدي ان انا بعد كده ايه اللي انا محتاجاه ان انا هزوده زياده، ايه اللي ناقص في البيت هتبتدي تزودي عليه. ده كده اوتوماتيك. لو اول شهر عملتي الحركه دي ان انا بشوف ايه اللي ناقصني وبجيبه، وانا وماشيه طول الشهر بقى بجيب حاجات بسيطه بزود بيها، هتبصي تلاقي نفسك برضو بتوفر وبتلم معاكي. انما لو انا مثلا جيت اول الشهر نزلت بتقلي كله بالمبلغ اللي معايا كله، نزلت جبت اكل، هتبصي تلاقي نفسك باقي الشهر كله بتهدري، وحاجات زياده وحاجات مثلا اترمت، حاجات باظت. في طبعا البقوليات بتسوس مع السخونيه والجو الحر اللي احنا فيه ده. فلا، حاولي تمشي اسبوع، 10 ايام، 15 يوم، الحاجات تبقى انت عارفه ايه اللي بيقعد عندك، ايه اللي ما بيقعدش، ايه اللي بنستخدمه، ايه اللي بناكله، ايه اللي ما بناكلوش. هتبتدي انت تبصي على ميزانيتك وانت تبصي على حاجه بيتك، الولاد بياكلوا عندي ايه، ما بياكلوش ايه، ايه اللي بيتهدر ويترمي، ايه اللي نقدر نستفيد منه.
فمن هنا هتمسكي قرش، يعني هتمسكي قرش، هتعرفي نفسك. والاكتر حاجه بقى هتعرفك هي الورقه والقلم. بصوا بقى، هنا انا كنت غسلت الفراخ وحطيت نقعتهم، البانيه لوحده والباقي الفراخ لوحدها، نقعتها في دقيق وملح وورق لورا وليمون. تمام. بصوا هنا انا بوريكم ده الصدر بقى اللي هو ايه، الحته اللي هو بيبقى خليها، وانا خدت منها يعني الفرخه التانية اللي ما خلاهاش، خدت منها برضو حته البانيه الزياده. الجناح مع قطعه الصدر حته ما شاء الله حلوه، هتعمل موازن، يعني تعمل قطعه تديها للعيل كده يقعد ياكل ويشبع منها من وراه، ليه لا؟ وما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. دي طبق صغير. الاطباق دي اولا دي اطباق انا مش شارياها مخصوص للخزين يعني. انا هي بتاعه الاطباق بتاعه اللانشون بتاعه الجبنه الرومي، بتبقى نظيفه وكويسه ما فيهاش حاجه، بشيلها ووقت ما اعمل تفريزات زي كده او حاجه بروح مطلعاها ومستخدماها. اذا برضو ده بند انت وفرتي منه. اي حاجه لو وفرتي منها 10 جنيه هتوفر معاكي، هتشيلي الليله، هتمشي معاكي. والستات يعني عامه في اي بلد لو عايزه توفر وتحط دماغها في حاجه بتوفر، ما بتقولش الحاجه لا. تمام. فانت كده، انا بالنسبه لي الاطباق دي موجوده عندي، انا ما حطيتش فيها فلوس. طب كمان الفراخ قسمتها على عدد الوجبات اللي انا عايزه اعملها، او الاكلات اللي انا عارفه ان احنا هناكلها في التوقيت ده. لو انا طلعت الطبق انا هعمل منه الاكله الفلانيه، الاكله دي هتنفعني مثلا اليوم او اليومين. تمام. واحنا اتفقنا قبل كده ان عايزه اعمل اكلات ممكن تكفيني يومين. تمام. هنا الكبد والقوانص والرقبه والعظم والحاجات اللي هي ايه، ممكن تتسلي فيها، تمصمصي فيها كده تتسلي فيها. تمام. ده هحطها في كيس لوحدها، ممكن صينيه بطاطس او حاجه، ممكن فيجيتار بقى وبيض وكده ونعملها زي نظام كوكي، يعني هتبقى لذيذه وفي نفس الوقت بتدي كميه. الفيجيتار اي حاجه تحطيها في الفيجيتار هتديكي كميه على طول. البانيه اللي حطاه في طبق ده احنا عملناه شاورما، وهوريكم دلوقتي ان انا عملته شاورما واتاكل، وكانت وجبه اللهم بارك. طحينه بقى وشيبسي واكله محترمه ومن ما فيش، يعني عملت اكله ووجبه زي الفل. تمام. فاحنا كده معانا ما شاء الله اللهم بارك 8 وجبات. الطبق الصغير دوت يعتبر الحاجات اللي هي الصغيره او اللي هي بتتقطع صغير كده نعملها شاورما، مش شاورما، عايزه اعمل منها اللي هو الكوردون بلو، نعملها مع بعض ان شاء الله، هوريكم ازاي. ده الطبق الصغير. الطبق التاني كنت عامله منه اللي هي الصوابع الستريبس. تمام. ده البانيه انا مزوده شويه في قطع البانيه عشان احنا بنحب البانيه. انتي بتشوفي انتوا بتحبوا ايه، الولاد بياكلوا ايه، بتعمليه وبتزودي فيه الكميه شويه. زي ما قلت لكم الطبق دوت هنعمله حالا مع بعض دلوقتي، هنعمله شاورما، بس للاسف انا مش هجيبها معاكم لان طبعا كنت تعبت من الوقفه، فخلاص انا عايزه انجز. هنا الفخده، الوراك، كل حاجه حطيتها لوحدها. عندي حد ضيف زياده او حاجه هطلع الطبقين عادي جدا، بس هو انتي بيتك مستور من فراخ، من سمك، من لحمه بقى هتجيبيها، من خضار، اللهم بارك اللهم بارك. يعني انتي لو عايزه تعملي، مش عايزه توفري يا ستي، انتي عايزه توفري صحتك، توفري نازله كل يوم، توفري وقفه تنظيفات، ما هي اعمليها مره واحده وخلاص، خلصت، ريحتي دماغك، حطيتي في التلاجة نظيف ما شاء الله وزي الفل، طلعي اطبخي طبختك وزي العسل. مالها بقى لو انتي دماغك مش في التوفير قوي، مع ان كده كده انتي يعني طالما عملتي هتوفري. تمام. زي ما قلت لكم انا عملت بصوا الطبق اللهم بارك دوت، كان يعتبر من كام قطعه كده، كام شريحه من البانيه. قلت هعملها شاورما للولاد، طماطم وبصل وفلفل اخضر وفلفل الوان وبقيت اللهم بارك، وطحينه بقى عليها شويه كزبره كده، وشيبس، كيس شيبسي ب10 زي الفل. اكله ووجبه وبالهنا والشفا. اتمنى لو الفيديو عجبكم وفعلا استفدتي منه، اعملي وجربي ووفري من دي وشيلي من هنا، حطي من هنا وهاتي دي وحطي دي ووفري واعملي. بس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسونيش في لايك حلو وكومنت اعرف ايه رايكم في فيديو النهارده. باي باي.